لو كانت الدنيا كلها قالت لي ان هو هيغدر بيا بعد 25 سنة عشرة ما كنت صدقت. بثق فيه اكتر ما بثق في نفسي، بحبه اكتر ما بحب نفسي وروحي. بس فعلا الغدر والخيانة من طبع الانسان والبني ادم. قصة النهاردة قصة حقيقية من واقع الحياة، من شاب عنده 25 سنة، مكسور قلبه مكسور روحه. وهقول لكم ليه دلوقتي. بس قبل ما نبدأ، ياريت ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بيحكي وبيقول: أنا عمري 25 سنة، اتغادر بيا من أقرب صاحب، حب عمري، كان بالنسبة لي أبويا وأخويا وصاحبي ورفيقي والدنيا كلها. كنا مع بعض من واحنا في حضانة، كان بالمعنى الأصح إن احنا كنا جيران في نفس الشارع في نفس البيت قبل بعض، يضب بيفصل ما بيننا شارع 3 متر. من واحنا صغيرين في حضانة كنا من نفس العمر، كنا نروح الحضانة سوا وبنيجي سوا وبناكل سوا وبنشرب سوا، وفضلنا في الإعدادي وفضلنا في الصنايع وفضلنا في الجيش. تتخيلوا إن أنا كنت هو روحي اللي بتنفسه، كنت بشيل الحاجة من بقي واديها له، كنت لو هو محتاج حاجة استخسرها في نفسي واعطاها له. لدرجة ان احنا بعد ما خلصنا الجيش، في واحد قريبي جاب لي عقد عشان اسافر دولة من دول الخليج، قلت مستحيل اسافر من غيره. فضلت ورا صاحبي ورا قريبي ازن عليه، معلش وعشان خاطري ولازم يخرج معايا، ما اقدرش امشي من غيره. فقال لي تمام، وجاب له هو كمان عقد. بس قبل موضوع العقد ده بقى عايزه اقول لكم ان من وانا في اعدادي كان معايا بنت في المدرسه اصغر مني بسنه، بس كنت حاسس يعني ناحيتها بحب كبير قوي. مع انتوا عارفين ان احنا كنا في فتره مراهقه في الاعدادي، وكان هو عارف كل حاجه، والبنت دي كانت بتبادلني نفس النظرات ونفس الشعور، لدرجه ان انا كلمتها. فضلت بتكلم مع البنت دي من الاعدادي لحد ما خلصنا الصنايع، كل ده وهو عارف بالتفاصيل المملة، بكل كلمة ما بيني وما بينها، بكل أي حاجة بينه وبينها كان هو عارفها وبسمع عنها، وكنت بقوله عليها كل يوم. وكان عارف إن هي بتحبني وأنا بموت فيها وبعشق التراب اللي تحت رجليها. طلبت منها إن هي تنتظرني، وفعلا استنت لحد ما خلصت الجيش وجالي موضوع السفر ده. قالت لي هنتظرك وهستناك. فعلا سافرنا أنا وهو، ما قبلتش إن أنا أسافر من غيره. سافرت أنا وهو واشتغلنا أنا وهو في مصنع. المهم ان في يوم من الايام كان هو روحي فيه زي ما قلت لكم. تتخيلوا انا كنت بستخسر في نفس الاكل الحلو واديهوله. والله العظيم ايام كنت بعيش على العيش وحته الجبنه، واجيب له هو سندوتش بحته فراخ او بغيره او بغيره. والمش خساره فيه، اخويا وصاحبي وحبيبي وعشره عمري. لدرجه ان في يوم كان هيعمل حادث في المصنع، ولولا الحمد لله ربنا نجاه بفضلي انا، الحمد لله. وما حصلوش حاجة في اليوم ده، وانا انقذت حياته مع ان انا كنت هموت فيها، وضحيت بنفسي علشانه. قلت اخويا وحبيبي. لكن اللي حصل بعد كده ان لقيت البنت دي واحنا بره بعد ما سافرنا يجي بسنة، لقيت البنت بدأت تطلع من حياتي واحدة واحدة، بتنسحب من حياتي واحدة واحدة. إيه يا بنتي ما عدتش بتتكلمي معايا زي الأول ليه؟ معلش مشغولة مش فاضية وي 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 وأفكار وكلام. كنت بحس إن هي دايما بتتهرب مني. بقيت أقوله مش عارف ليه هي ما بتتهرب مني، ما عادش بتكلمني زي الأول، وما عادش بتسأل عليا، وما عادش يقول لي يا عم سيبك منها، يعني اللي خلقها ما خلقش غيرها. قلت له ازاي وانت عارف ان هي حب عمري كله وحياتي وما اقدرش اعيش من غيرها؟ قال لي لا هتقدر وتعيش. تلف الايام وتدور، وكل يوم اتحايل على البنت دي واقول لها قولي لي في ايه، تقول لي ما فيش. فضلنا على الوضع ده اكتر من 6 شهور، اكتر من 6 شهور. وقلت له خلاص انا لازم انزل. قال لي احنا بقالنا هنا سنة و6 شهور، بس ما ينفعش ان احنا ننزل دلوقتي من غير ما نكون نفسنا. فضلنا كمان 6 شهور، يعني قعدنا سنتين. كل ده والبنت بتبعد عني اكتر، وتقريبا ما عادتش بتكلمني نهائي. المهم في يوم واحنا في المصنع، ساب تليفونه جنب المكنة هناك، وانا ما اخدت بالي منه، فانا طبعا عارف الباسورد بتاعه وهو كمان عارف الباسورد بتاعي. فاخدت منه التليفون، فقلت اخليه معايا لحد ما يرجع. كانت الصدمة الكبيرة قوي قوي لما لقيت جاي رسالة من الرقم بتاع حبيبتي. لقيتها بتقول له انت عرفته ولا ما عرفتهوش؟
انا قلت لك من يوم هعرفه، انا زهقت منه، من تفكيره ومن اوضاعه. كل يوم عمال يبعت لي: انت بتبعدي عني ليه؟ انا بحبك، انت عارفه ان انا شريك، انت عارفه ان انا عايزه اخطبك وانت مستني الوقت المناسب. وانا اتصرف وقول له، لان انا خلاص تعبت منه من الحوارات بتاعته دي. انا خدت صدمه عمري لدرجه ان المكنه وانا بشتغل كانت هتاكل ايديا، لولا ستر وربنا. قفلت التليفون، بس قبل ما اقفل التليفون شفت المحادثه ما بينهم من فوق لتحت. لقيت البيه صاحب عمري واخويا وصديقي وعشرة عمري كله، لقيته بيبعت لخطيبتي من زمان، من قبل سنة بالظبط. بيحبوا في بعض وبيتكلموا بعض، وهما الاتنين بيتفقوا عليا ان هما ياخدوا شقة عمري ازاي، وكمان ان هو يتجوزها. انا شفت المحادثة من اولها لاخرها، وبقى خدت منها كام اسكرينة كده على السريع بتليفوني، وقفلت تليفونه وحطيته مكانه. شوية وجه، بس أنا حسيت نفسي مخنوق ولازم أعيط. استأذنت وطلعت برا المصنع، فضلت في مكان بعيد شوية، فضلت أعيط بحرقة عمري في حياتي ما حسيت بيها. كنت بخبط دماغي في الحيط لحد ما جاب الدم من شدة الصدمة اللي أنا فيها. إزاي صاحب عمري اللي بستخسر في نفس الأكل وبديهوله، أخويا وصاحبي وحبيبي اللي استخسرت إن أنا أطلع وأكون نفسي وهو لأ، يغدر بيا الغدرة دي؟ وهي كمان تعمل فيا كده؟ حب كام سنة، شوفوا من إعدادي لحد ما أنا سافرت، كل ده يتمحي في لحظة عين، كل ده يتمحي في ثواني. علشان إيه؟ علشان الطمع، علشان الجشع. فضلت أبكي أبكي لحد ما عينيا ورمت. قلت خلاص أنا لازم أفوق، لازم أفوق، بس أنا مكسور، مكسور، ولحد دلوقتي ما واجهتهوش وما عدتش بعتلها رسايل نهائي. بس انا بحاسس ان انا عايزه اقتله واقتل نفسي. ليه كل ما ابص في وشه اقول له ليه؟ عينيا تقول له ليه؟ ليه بتكسرني؟ ليه بتدمرني؟ ليه؟ ده انت كنت اللي ليا في الدنيا كله. فاكر لما كنت بقولك على كل حاجه تخصني ما بينك وما بينها، ما بيني وما بينها؟ انا حرفيا مش بنام، انا مقهور، قلبي مقهور وعقلي مكسور، كل حاجه فيا متدمره حرفيا. لا عدت بكلم اهلي ولا عدت بكلمه، حتى هو عمال بيستغرب ويقول لي مالك في ايه؟ قلت له ما فيش، عندي شويه مشاكل في البيت. وقال لي ومن امتى وانت بتخبي عني مشاكل البيت؟ قلت له من النهارده، علشان في كلام يتقال وفي كلام ما يتقالش. المهم اداني الطرشه ومشى وما عبرنيش. بس انا تعبان، تعبان من جوايا قوي قوي قوي، مش عارف اواجهه ولا اواجهها ولا اكلمه ولا اكلمها. انا محتار مش عارف اعمل ايه، بس في نفس الوقت صعبانه عليا نفسي، صعبانه عليا نفسي، والوقت اللي قضيته معاه كله دهوت وانا مفكره صاحب عمري وحبيبي واخويا. يا ريت تشوروا عليا وتقولوا لي اعمل ايه، اواجهه باللي انا شفته ولا اواجهها بالكلام وابعت لها سكرينات؟ لان خصوصا ان انا معايا ليها فيديوهات معايا، ان هي كانت بتتقابل وكانت بتبعت لي فيديوهات وهي بشعرها، وان هي كانت بتبقى لابسه قمصان بيت. ابعت لاهلها واقول لهم وادمر حياتها زي ما دمرت حياتي، ولا دمر حياته هو زي ما دمر قلبي وكسره؟ قولوا لي اعمل ايه؟ بس انا حاسس بنار الانتقام جوايا بتزيد مش بتطفي، وخصوصا لما اشوفه سهران طول الليل وانا عامل نفسي نايم على السرير، اشوفه عمال بيتكلم معاها وبيشيت معاها، وطول الليل صح وعمالين بيبعتوا في رسائل لبعض. لدرجة ان انا قلت له في يوم انت شكلك بتحب جديد ولا ايه؟ قال ده انا لسه ببتدي كده بدور على عروسة، بس لسه ما اشوف الدنيا فيها ايه، ورفض ان هو يقول لي. قولولي وطيبوا بخاطري وادعولي ان ربنا يصبر قلبي على المصيبة اللي انا فيها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.